ازيكم؟ ما تيجي نشوف موضوع البطاطس دوت اللي الولاد بيطلبوه في كل مطعم. طريقته هتعجبكم، مقرمشه من بره وطريه من جوه، حاجه كده قمر. يلا نقول بسم الله. انا عندي ده كيلو من البطاطس، هقطع صوابع، بس صوابع كبيره شويه يا بنات، يعني ايه، تكون تخينه كده عشان بس ما تنشفش معاكم في الزيت وتطلع طريه من جوه. بصوا اهي صوابع تخينه بس كده شويه. وبلاش تستخدمي البطاطس اللي هي بتبقى متفرزه، لا هاتيها طازه وقطعيها، بس هي كده السمك ده اللي انا عايزاه. بس كده، يلا نشوف التتبيله بقى بتاعتها ازاي. انا عندي هنا ايه، هحط 4 معالق كبار من النشا، دي نشا، 4 معالق كبار نشا. حط كمان عليهم ملح، حط كمان فلفل اسود، من كل حاجه معلقه صغيره. حط بابريكا، وهحط كزبره، وهحط كمان كمون. يبقى ملح، فلفل اسود، كزبره وكمون، ومعلقه ايه مليانه كده بابريكا، وهحط معلقه كبيره من الزعتر. والزعتر ممكن بقى ايه تزودي زي ما انت عايزه. على فكره انا هزود تاني، حسيت ان هو قليل فهزوده تاني. اقلب المكونات دي بتاعتي كويس. وعندي كمان حبيتين من البيض يكونوا طازه، وتتاكدي ان هو طازه، عشان انا جبت بيض وطلع معايا مش حلو يعني. طبعا الجو حر وانتوا عارفين بقى، فخدي بالك لازم البيض تجربيه قبل ما تضيفيه على طول يكون ايه طازه، خصوصا في الحر ده خدي بالك. بس حبيتين من البيض، وهقلب الخليط ده كويس قوي. دي التتبيله بتاعه البطاطس، ده المقدار لكيلو، كيلو من البطاطس يا بنات. اقلب كويس، بس كده خلاص اهو. طبعا البطاطس بتاعتي متصفيه كويس من الميه ومغسوله اكيد يعني، وما فيهاش ولا نقطه ميه، عشان التتبيله دي تلزق عليها على طول. بس ابتدي ان انا هنزل بقى بالتتبيله كلها عليها واقلبها كويس. انا عايزه كل صباع من البطاطس يكون متغلف كويس قوي بالتتبيله دي. قلبي كويس، تبليها. بس كده خلاص انا تبلتها كلها كويس بقى. عندي بقى ايه على البوتاجاز، وكل ما تيجي تحمري او تنزلي في الزيت تقلبي كده، عشان هي طبعا بتتصفى تحت، وانا عايزاها تفضل على البطاطس بتاعتي. عندي بقى على البوتاجاز زيت غزير يكون مغلي كويس قوي، وابتدي ان انا انزل بصوابع البطاطس دي، ما يكونوش على بعض، بعيد عن بعضيهم علشان ما يلزقوش. طبعا ده فيها بيض وهيلزق على بعضيه، وانا عايزاها تطلع محمره كويس. تنزل ايه بعيد عن بعضيها كده، ولازم الزيت يكون مغطي البطاطس، ما يبقاش حبه صغيرين. بس انا هبتدي احمر بقى ايه الكميه بتاعتي كلها. وطبعا اول ما انزل مش هبتدي ان انا اقلب في البطاطس على طول يعني، ما تقلبيهاش علشان الغلاف بتاعها ما ينزلش. بس هي كده بدات تاخد لون اهي، اتحمرت. سيبها لما تاخد اللون اللي انا عايزاه وهطلعها، ولا ورق مناديل ولا حاجه، هي هتطلع اصلا كريسبي. بس خلاص وخلصت. سهله سهله والله، مش محتاجه مطعم ولا حاجه. تطلع مقرمشه من بره وطريه من جوه. وانا عايزه اقول لكم ان الزعتر مديها ريحه يا بنات روعه. طبعا انت ممكن كمان بعد ما طلعت كده وهي سخنه تديها رشه من الملح وتديها رشه زعتر، هيديها ريحه اقوى كمان. يا رب يكون النهارده كنت خفيف عليكم. اشوف وصفه جديده، ما تنسوش لايك. سلام.